استغلالا لمعلومات مفادها وجود علامة تجارية خاصة بمواد التنظيف مجهولة المصدر يتم تداولها بالمحلات التجارية، تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بيوم الباقي وبالتنسيق مع مصالح التجارة من اكتشاف ورشة سرية لصناعة هذه المواد. العملية نفذت من طرف عناصر فرقة الأبحاث بعلم ليلى. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم اكتشاف مستودعين في وسط مدينة عين مليلة يشتغلان كورشة سرية لصناعة مواد التنظيف بمختلف أنواعها. لا يملك صاحبها رخصة الاعتماد لممارسة هذا النشاط. على الفور تم حجز محتويات المستودعين من مواد أولية ومنتجات مصنعة. يبقى الخط الأخضر للدرك الوطني 1055 في الخدمة من أجل التبليغ عن مثل هذه الممارسات. بتاريخ 13 ديسمبر لسنة 2022 وبناء على معلومات من أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة بعين ميلا مفادها وجود ورشة سرية لصناعة مواد التنظيف، تم على الفور التنسيق مع مصلحة الدرك الوطني بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا ومداهمة الورشة. عملية التفتيش للورشة أسفرت عن النتائج التالية: المتدخل المعني يمارس نشاط صناعة مواد التنظيف في ظروف غير ملائمة دون رخصة مسبقة لإنتاج مواد التنظيف. حجز 685 لتر من سائل منظف الأرضيات وغسول الأواني موضبة في قارورات سعة 5 لتر. حجز 150 لتر من مادة غسول الأواني غير موضبة. حجز 540 قارورة فارغة سعة 5 لتر و300 صفيحة كرتونية تستعمل في توضيب مواد التنظيف، بالإضافة إلى حجز مواد أولية أدوات ومستلزمات تستعمل في إنتاج مواد التنظيف. مصادرة 9 صهاريج بلاستيكية تستعمل في تخزين مواد التنظيف، حيث تم رفع المخالفات التالية: ممارسة نشاط تجاري أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون الرخصة والاعتماد، عدم احترام إلزامية أمن المنتوج، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتدخل المعني.